السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد. معاكم محمد من قناه ميدو سوما. النهارده ان شاء الله هنجرب الواح رقائق الفطور من شركات مختلفه او بريكفاست بار. اخترت انا كذا شركه واخترت كذا طعم وهنجربهم مع بعض ونقول راينا فيهم. قبل ما ابتدي الفيديو افكركم اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعار باحدث الفيديوهات، وسيبوا لي تعليقات تحت ايه رايكم في المحتوى الفيديو خاصه وتحبوا تشوفوا ايه في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نبدأ. يبقى أول بريكفاست بار معانا في عندنا نوعين، اللي هي من كاونتري شركة نيستلا. في كاونتري اللي هو الطعم الأصلي العادي خالص، وفي بنكهة الشرق اللي هو بيبقى بنكهة الهيل. تمام؟ فاحنا هنفتح مع بعض كده ونشوف ونقول بسم الله. طيب، زي ما انتم شايفين عبارة عن كورن فليكس العادي خالص أو رقائق. تمام؟ وفي تحت طبقة بيضة تقريبا دي بقى الحليب، وهو محطوط عليه كده زي ما انتم شايفين، يعني متعرفش ده سكر ولا عسل. طيب هنجرب مع بعض ونشوف طعمه ازاي. بسم الله. امم طعمه رهيب. الكورن فليكس عادي جدا، تحس بطعمه تقريبا فيه جوز هند، وطعم الكورن فليكس زي اللي انت بتاخد عليه، وطعم الحليب باين معاك لما تاكله مقرمش وفي نفس الوقت طري، مش ناشف، كأني واخد معلقة كورن فليكس بالحقيقة. نجرب بقى الطعم العربي او الهيل نكهة الشرق. بسم الله. هو نفسه تقريبا شكله، بس لا، نفسه ما فيهوش اي حاجه. ما هما الاثنين زي بعض خالص، يعني الاثنين شبه بعض من ظهر او من وش. تمام. هندوق بتاع الهيل ونشوف مع بعض. امم رهيب. طعم الهيل باين جدا جدا جدا. لا يا جماعه، ده مش فطار، ده لو مع فنجان قهوه عربي حكايه. انا عجبني طعم الهيل جدا، يعني هدي الهيل 9 من 10، وهدي اللي هو الطعم الاصلي العادي خالص 8 من 10. تاني بريكفاست بار معانا من ماركة كلوجو. تمام. وديت عبارة عن رايس كريسبي، يعني تقريبا الرز المحمص أو كريسبي. هنشوف مع بعض. بسم الله. طيب، هنا طبقة اللبن تحسها أكتر شوية، وفي دي طبقات الرز طبعا عارفينها المنفوخة. فنجرب. بسم الله. طيب، طعم خفيف، وفي الآخر خالص بان معاك طعم الحليب بس مش قوي زي الشركتين اللي جربناهم اللي هي كاونتري. فلا، مش قوي جدا يعني. بصراحة اديله 5 من 10. يعني طعم مش واضح الرز فيه او الرايس كريسبي. اصلا مفيش كريسبي في الموضوع، هو طري. بريكفاست بار اللي معانا عندنا برضو من شركة نيستلا، عندنا بنكهتين، النسكويك والشيكو بيكس. فهنفتح النسكويك ونجربها. بصوا هم حاطين في الصورة بتاعتها نفس الكورن فليكس بتاع النسكويك خالص. فهنجرب كده ونشوف. اللي هي رقائق الذرة الشوكولاتة. ونقول بسم الله، نطلعها كده مع بعض. هي بس الحجم أصغر شوية والحليب أهو من ورا. فنقول بسم الله وندوق. يعني شوية. امم نفس الطعم كأنك مغرقها في حليب. طعمها هي بالظبط، وطعم الحليب سبحان الله كأني متغمسة جوه حليب. نجرب بقى الشوكو بيس. دي شكلها أنشف شوية. طيب، هي زي ما انتم شايفين رقائق ذرة بس على حجم أصغر شوية، والحليب هندوق ونشوف. قطرة رهيبة يا جماعة. كان ايه؟ بشرب دلوقتي ماسك معلقة. بصراحة طعمهم الاتنين تحفة، يعني الاتنين هديهم مثلا، هدي دي 9. طعمها رهيب نفسها بالظبط، والحليب فيها واضح جدا، يعني دي مظبوطة أكتر. ودي طعمها حلو وكل حاجة، بس دي مظبوطة أكتر. دي هديها 8. الاتنين حلوين جدا ولازم تجربوهم. وآخر بريكفاست بار معانا برضه نستلا من فيتنس. تمام. زي ما هو واضح من اللوجو اللي هي فيها الكالوريز هيبقى أقل. بالظبط، هنا الكالوريز 86
وفي المجموعات اللي فاتت مختلفة ما بين 102 114 110 حسب نوعها يعني. تمام. طيب احنا معايا هنا تلات أطعمة بالفراولة، تمام، بالكراميل المقرمش وبالشوكولاتة. خلاص، فأنا هجرب أول حاجة الفراولة. طيب زي ما انتم شايفين دي ما فيهاش حليب خالص، فتفتها شوية، بس هي رقائق ذرة ومعاها قطع فراولة. فهندوق ونقول بسم الله. مم. طعمها رهيب جدا. هي أصلب شوية، جاسية كده شوية، بس كنكهة فظيعة بصراحة. فراولة باينة جدا، طعم الذرة مصاصات جدا. لا عجبتني عجبتني. لا يا جماعة أنا أدمنتها وهي دي هتبقى فطاري كل يوم، يعني 10 من 10. 10 من 10 تستاهل 10 من 10. يا ترى الباقي نفس الطعم ولا لأ؟ نشوف مع بعض. طيب نجرب اللي هي بالكراميل المقرمش. طيب زي ما انتم شايفين البار معايا اهو. طيب زي ما انتم شفتوا ده فيه عبارة عن رقائق ذرة وفيه رز، تمام، وقطع من الكراميل اهي. مش هتبان معاكم انا عارف، بس هنحاول. مقرمشة فعلا، ومن تحت فيه شوكولاتة، ومن فوق حاطين صوص الشوكولات زجزاج. فنقول بسم الله وندوق. مم. 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 طعم الكراميل مش باين فيها قوي، بس هي كان طعمها كويس، بس مش زي الفراولة بصراحة. بس رقائق الذرة مع الرز مع الشوكولاتة، يعني حسيت فيها طعم الشوكولاتة أكتر من طعم الكرم. الكرم باقي فيه موجود بس كميته قليلة جدا جدا جدا، فهديها 7. آخر بريكفاست بار معانا اللي هو بتاع الشوكولاتة فتنس طبعا. الشوكولاتة هنا دارك وباينة أوي. طيب شايفين ده مفهوش رز فعلا، ده بس رقائق الذرة محطوط فيه شوكليت زجزاج وقطع من الشوكليت صغيرة. فندوقها مع بعض ونشوف. جاستي شوية، طعمها حلو، احلى من الكرم. الشوكولاته فيها اوضح من الكرم. لا اديها 9 من 10. طعمها حلو جدا. الشوكولاته فيها واضحه. هي جاسيه بس شويه، بس طعمها حلو يعني. بس يا جماعه لازم تجربوا بالفراوله، ريحتها رهيبه، ريحه قويه جدا يعني. كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من تجربه الواح رقائق الفطار او بار بريكفاست بار. اتمنى يا رب الفيديو يكون عاجبكم وتكونوا استفدتوا منه. فانا انصح بيها يا جماعه الناس اللي هي عايزه تاخد فطار على السريع كده، هو بنفس الفايده، ما بتحبش اللي هي تقعد وتسرسب كده الحليب مع الكورن فليكس، تاخد واحد زي دوت وهي ماشيه وهي رايحه على الشغل وهي رايحه في المدرسه بين الحصص. لا مفيده جدا جدا جدا، وانصحكم ان انتوا لازم تجربوها. قبل ما الفيديو اللي لسه بيتفرج علينا وما اشتركش في القناه ينزل بسرعه يشترك ويفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعار باحدث الفيديوهات، وتكتبوا لي في التعليقات تحت ايه رايكم النهارده في الحلقه، وايه اكتر بريكفاست بار انتوا بتحبوه وجربتوه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. عباره عن عيش عادي، او احنا في مصر بنسميه عيش شامي صغير، وموجود معاه قطع بطاطس وقطع شاورما الدجاج وخيار مخلل وصوص الثوم. نقول بسم الله ونجرب سندوتش ونشوف يستاهل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا مع بعض مكونات، قلنا طماطم وخس كابوتشا وخيار مخلل، وتحت خالص في الشاورما الدجاج، وشامم انا ريحه دبس الرمان. فاحنا هنقول بسم الله ونجرب كده اول قطمه، بس كتير قوي كده، خس مليها. انتوا شايفين معايا اخترت 3 دبابيس خلاص. ده بتاع كنتاكي، في الشكل يفوز يعني، بصراحه اهي الشكل يفوز، الشكل بتاعه حلو جدا. وده دجاج البيك يعتبر اكبرهم، وده بتاع المحل الشعبي.
خلاص شايفينه معايا؟ طيب هندوق ونشوف الفرق. ابدا.